يا مساء الفل. النهاردة هنعمل ريفيو عن غسالة الأطباق 15 فرد نوعها بيكو. لونها أسود كده شفاف، بجد خطيرة. شايفين؟ هنشوفها بقى من جوه، هنفتحها ونشوفها، هنعرف كل حاجة فيها ايه. عندي أول حاجة رفين، رف أول ورف تاني. والرف الأول ده بنحط فيه بقى الكوبايات، لو عايزة تحط فيه طاسة بس بتبقى بالمقلوب لأن الرشاش بتاعها من تحت، فعشان تتغسل معاكي كويس. ده الرف التاني. وعندي بقى الفلتر ده بيتشال بعد كل غسلة، لازم بتاخديه وتغسليه وتحطيه تاني بكل سهولة. وعندي ده بتاعت الملح، بتجيبي كيس الملح، مش كيس الملح العادي، لا اللي مخصص لغسالة الأطباق، تجيبيه وتفضيه كله. بيقعد معاكي حوالي من 6 شهور لممكن كمان سنة على حسب استخدامك. وعندي كمان ده الباسكت، بتحطي فيه المعالق، الشوك، السكاكين، المغرفة، وبتحطيها. وعندي كمان بقفلها بكل سهولة، ودي بقى مخصصة للزيت وللمسحوق أو الكبسولات. اللي حاطة بقى بشاورلكم عليه ده بيتحط فيه المسحوق أو الكبسولة، وبيتقفل ويتفتح بكل سهولة. هقفله وافتحه كذا مرة قدامكم. وده الزيت مش بيتحط كل مرة، هو عامل زي الملح، بيتحط مرة واحدة. ولما بيظهر لي الإشارة من بره في الغسالة ببتدي ان انا احط. طب اعرف ازاي ان هو عايز يتحط؟ بلاقي ان فيه من بره على الشاشة بيظهر لي علامة النجمة، معناها ان هو عايز يتحط له زيت. ولو اللي لقيت علامة الاس معناها ان هو عايز الملح. لكن المسحوق ده بيتحط كل غسلة. وهنا عندي البرامج بتاعة الغسالة من B1 ل B5. B1 معناها ان هي انتي بتحطي وبتدي اشارة للغسالة ان هي حاطة في الغسالة مواعين فيها دهون عالية. B2 ده معناها اقتصادي. B3 اليومي. B5 سريع شوية. B5 ده برنامج صغير، نص ساعة بالكتير. دي لو عايزة تغسلي مواعين صغيرة، يعني ما تاخدش وقت، تعمليها على ال5. طيب هنقفل الغسالة نيجي نشغلها ازاي؟ بندوس على الزر بتاع، ودي نوعية المسحوق والزيت اللي انا بستخدمه، ونفس النوع والماركة بستخدمه برضو في الملح. الزيت مش بيتغير كل غسلة، الزيت لما بيديني اشارة المسحوق هو بس اللي انا بستخدمه على طول. سعره مش غالي، نوعا ما سعره احسن من انواع كتير في السوق. الغسالة على فكرة بيجي معاها كبسولات وبيجي معاها الزيت. ده كده كل الغسالة بالمسحوق بتاعها. اتمنى لو الفيديو بجد عجبكم، الشرح عجبكم، ياريت تعملوا لي لايك. شكرا لكم.